بيني سخون شكو معجون. شوفوا كامل كي نروحوا لهذاك البحر نسمعوا دير رنا دايما وتقعد تتعاود في ودنينا، وكامل نبغوا داك لي بيني اللي ونتشهاوه اللي ينباع في الشواطئ. السلام عليكم، كي راكم دايرين؟ ان شاء الله كامل تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده. وصفتنا تاع النهار اليوم لي بيني تاع الشواطئ بطريقه سهله بجميع اسرارها. هذا البيني جاي يفكرنا بلي بيني تاع بكري، يجو خفاف طريين تاكلي وتعاودي بنتهم بنان. والحاجه الشابه في هذا البيني ماشي معجن، حاجه الاولى. والحاجه الثانيه قطعي وقلي. هنا نروحوا ونصلوا ونسلموا على حبيبنا رسول الله، ونروحوا للوصفه تاعنا. فيها كاس تاع الحليب دافي، فيها كاس تاع الماء دافي، فيها ربع كاس تاع السكر، نص كاس تاع الزيت، وملعقه كبيره تاع خميره الخبز. وراح نضيفوا حبه بيض كامله تكون بدرجه حراره الغرفه. هذا البني يجي خفيف ريجه كيما اللي بني تاع بكري، ماشي كيما تاع دروك اللي راهم نشوفوهم عجنين وخشان والحبه تجي هكا منفخه بزاف. هذا نو، هذا تيفكرنا بلي بني تاع بكري، يجو هكاك شغل شتي كي يضربهم الهواء هكا يجو مطبزين هكا. هذا هو، ويجو بنتهم بنينه. المهم قد ما نشكره فريمون يجي روعه، يفكرك بالزمن القديم. المهم ضربت كل شيء بالميكسر، حاجه سهله، وراح نحطه في ان ريسيبيون. وهنا راح نضيفو عادي الفرينه تدريجيا. الحاجه وقيله راحت لي من الفيديو، حطيت ملعقه صغيره تاع لافاني. حطوا ملعقه صغيره تاع لافاني على حسب ما راني نشوف، راح لي المقطع وقيله ما قصيته. مهم ضيفوا ملعقه صغيره مملوءه تاع لافاني، سورتو الا كانت لافاني مليحه راح تعطيه بنينه للبني تاعكم. نضيفوا في المرحله الاولى الفرينه تدريجيا، وتبدو تخلطوا بالفوي، تخبطوا مليح. بعد ما تدخلوا هكا هذاك السوائل في الفرينه، وتبدا تضيفوا تاني تدريجيا حتى تتحصلوا على هذا القوام في البديه. ومن بعد تروحوا تاني تضيفوا تدريجيا. علاش راني نقول لكم تدريجيا الفرينه؟ باسكو العجينه تاع لي بيني هذه ما لقلهاش كامل تكون ما تكونش شاده روحها، تكون تتلاصق، تكون فريمون تتلاصق. شوفوا القوام تاعها تتلصق، ما تقديش حتى كي شغل تتحكمي فيها، فريمون تتلصق. هنا راح تعجنوها شويه بيدكم، تعجنوها مليح وهي تتلصق، ما تخافوش منها. وشوفوا القوام تاعها بعد ما عجنتها شويه. انا واش راح ندير؟ راح نقي الريسيبيون تاعي ونحي العجينه تاعي، ومن بعد نردها في ان ريسيبيون نكون دهنته بالزيت باش هكذا من بعد ما تلصقش معانا. ونغطوه بالبابي فين ونخلوه يرتاح حتى لساعه، حتى يضاعف حجمه. كي تشوفوا العجينه تاعكم تنفخت روحوا خدموا بها. انا عاده هنا ما خليتهاش كامل نتفخت بزاف، باسكو نعرفوا باللي راه الحاله سخونه وكل شيء نورمال عادي. نرصوا شويه تاع الفرينه في البلان دو طرافاي، ونرفدوا العجينه تاعنا وراح نقسموها على قسمين. راح تشوفوا ما راحش ندير هذيك الطريقه تاع اللي يقطعوها ومن بعد تغطيها وتخليها تعاود تختمر وطيبيها. نو، هذه راح تقطعي تطبعي وتقلي عادي. نروح ندي العجينه تاعي هذاك النصف والنصف الاخر نخليه، نحلها بالحلال. السمك من الاحسن يكون رقيق، واحد مهم رقيق، ما نجمش نعطيكم لي مليمات باسكو ما نعرفش صراحه. المهم يكون السمك تاعو رقيق، ما تكونش خشينه باش الحبه تاعكم ما تجيش معجنه، باسكو هو الا كان معجن يجي هكا ماشي شباب ويجي يكهب. انا امون افي صراحه الا كانت تحبوها معجن خشنوا العجينه تاعكم وصاي. هنا ندو قطعه تكون شويه الحجم تاعها متوسط، ونبداو نقطعوا. كي تقطعوا غير تضغطوا ما تدوروش، باسكو غير تدوروا راح يروح لها الشكل الدائري. بصح معليش كلشي راه في البنه الشكل الدائري ما يهمش. المهم قطعوا كيما هكذا. ديفا كي راح نطيبها راح تشوفوا بلي الشكل راح شويه يتغير، باسكو علاه باسكو راح نرفدها بيدي. الا تحبوا ترفدوها بان بابي كويسون ديروا تحت لاباط بابي كويسون، ومن بعد تقطعوا على حساب الدائرات تاعكم وتدوها وتحطوها فوق وتقلوها بهذاك البابي كويسون. انا هنايا
رفدتها عادي، حميت الزيت، حميتها مليح مليح بيان، ومن بعد راني نرميها هكذا، نرمو عليها الزيت من الفوق باش تتنفخ. بهذه الطريقة يجي روعة صراحة، ومن بعد راح يتنفخ معاكم بكل سهولة. ديفا تجيكم حبات هكا ما يتنفخوش بزاف، لكن عادي، من الأحسن طيبوه بالحبة. اون فوا تتنفخ معاكم الحبة، ضيفوا الحبة الزوجة، ما طيبوش هكا كيما راني طيبت. هنايا كيما راكم تشوفوا راهم يتنفخوا عادي، مام الشكل تاعه والبنه تاعه كيما لي بني تاع بكري. والله الزوج تاعي كي داق البني قال لي هذا بني تاع بكري، قال لي فكرني بتاع بكري اللي كنا نشروه في البحر كي نروحوا. انا صراحه من ما نفضلش لي بني تاع البحر، جامي شريته وجامي كليته، ما نصحكمش بيه باسكو يتعرض للجراثيم والبكتيريا والامراض راكم عارفين بالخف يتنقلوا، وان بليس تضرب اشعه الشمس ماشي مليح. من الاحسن طيبوه في دياركم وتدوه معاكم، ولا قلت لكم طيبوه بهذه الطريقه كيما راكم تشوفوا. في الاولى تقيسوا عليه يا تقيسوا عليه الزيت من الفوق، ولا ديروا هكا تبقاو تدوروه حتى يتنفخ. راكم تشوفوا ديفا الشكل تاع الحبه يروح لي باسكو كي نرفده ما نرفدهش بالعقل، يروح الشكل تاعه يولي بيضاوي ما يبقاش مدور. بصح عادي كلشي راه في البنه، كلشي ينتكل سيرتو اللي يكون عندها الدراري. وهذه الكميه تقطع لكم كميه كبيره. من الاحسن اللي زعما ما عندهاش في العائله ناس بزاف، المقدار تاع الكاس تصغره ولا الكيله تصغره. وهكا راكم تشوفوا يتنفخ عادي بلا ما خليته يتختمر المره الثانيه. نخليهم يتحمروا مليح، ومام طون نكون موجده طبسي يكون فيه السكر وهو سخون نحطوه في السكر باش هذاك السكر يلصق معانا. تبقاو تروحوا بهذه الطريقه كما راكم تشوفوا تدوروا حتى تتنفخ. تبان لي هذا البني هو احسن وصفه واحسن طريقه في الطهي تاعه. علاش؟ باسكو اون فوا تبدي تحطيه في الزيت سخونه يبدا يتنفخ، ما راحش يتشكل هذاك العجين ولا هذيك البابه. باغ كونط هذاك اللي يكون تختمر يكون طلعت فيه كميه الاختمار، تكون طلعت فيه هذاك العجين من الداخل. سما كي راح تحطيه في المقله راح يبقى معجن، وكي شكون يجي ثقيل ويجي زهيم. والله اعلم، انا بانت لي كيما هكا. هذه احسن وصفه اللي جربت العديد من الوصفات تاع لي باني، انا كل خطره نجرب واللي تعجبني لان هي اللي نحطها. دونك نبقاو متواصلين بهذه الطريقه. تبقى ترشي عليه تدوريه مالغي شويه يدي اليد، بصح عادي تحصلي على نتيجه مرضيه وبنينه صراحه. جربوه يستحق التجربه. شوفوا ديفا بعض الحبات ما يجوش نيشان باسكو من نرفدهم يروح الشكل تاعهم، لكن عادي. هنا نبقاو نحمروا فيهم في الاتجاهات ونشوفوا لي بني تاعنا في طريقه التحضير في صحن التحضير. كما راكم تشوفوا يجي بنين صراحه، يجي مفش وخفيف، ومام الشكل تاعه كيما لي بني تاع بكري. الا تشفاو اللي كانوا يروحوا البحر بكري ونشوفوا لي بني تاعنا شغل فيهم اللون تاعهم كيما تاع السفنج، ما يجيش هكا محمرين كيما لي دغني طون. انا نشوفوا لي بني يجوا هكا ثقال ومعمرين، لا يجوا خفاف. شوفوا تشوفوا من الداخل خفيف. هنا انا ما عمرتهمش، راح نعمرهم قدامكم بالكونفيتور، وكل واحد درت الاختيار اللي يبغى يعمر في الدار بالكونفيتور واللي يعمر بالشوكولا. وهذه هي وصفتنا تاع نهار اليوم، ان شاء الله تكون نالت اعجابكم. حضروها وخلوا لي رايكم في التعليقات، وما تنسوش ديروا جيم وبارطاجوها مع اصدقاء والاصحاب باش تعم فائده. والسلام عليكم.